ليه بسأل سؤال كده في المطلق، يعني هو الحب ليه فيه مأساة؟ يعني هو ليه مش سموث كده؟ يعني ليه مش بيجي الحب كده بسلاسة ولطافة، وانك انت دايما بتقابل الحد الصح وهو ده اللي انت بتحبه وهو بيحبك وبتخلص الليلة على كده؟ ليه الفيلم العربي اللي بيحصل ده والقلبان؟ هل ده عشان في الاخر نعمل الشعر اللي انت ما بتقوله هو ده ونقعد نخلص المناديل الكلينكس كلها وكده، ولا ايه؟ هقول لحضرتك، هو يعني انا زي ما قلت في الاول، هي المشاكل بتيجي لو العقل مش موجود. انا مش محضر اجابه، بس انا جه في ذهني دلوقتي وحضرتك بتساليني، يمكن في موروثات كتير، عن يعني احنا بناخد الموروثات مثلا من الاغاني. في اغاني وكلنا بنحبها، انا ما اقصدش حاجه، اه بس فكره ان حد مثلا يحب حد من اول نظره والعقل مش موجود، دي ب... فممكن دي بتعلمك حاجة، بتحطها لك، بتبثها لك في دماغك، انك انت ممكن تحب من اول نظر واحد ما ينفعش، لا فكر. بالظبط يعني بالظبط. حطوا لنا برضو في حاجات السيكولوجية يعني بتاعتنا. يعني انا عن نفسي مشيت وراها وانا صغير، عادي، ده اتخرشمت. احنا طبعا بس فممكن يكون ده سبب من الاسباب، لكن وان الحب من غير امل اسمى معاني الحياة. طب من غير طب امل ازاي ده؟ انت واسمى معاني هتتعذب، بالظبط. هتتمرمط. يعني مش يعني الانسان لازم يكون هو ربنا خلق لنا ده وده الاتنين مع بالظبط بعض عشان يكملوا بعض، مش عشان واحد يشتغل والتاني بالظبط، وعشان الواحد يرتاح فعلا. انت لما يعني فكرة التعلق الكاملة دي متعبة يعني. بس انا هقول لك على حاجة لكي يطمئن قلبك يا استاذ. تمام. الاجيال الجديدة لا تفكر بهذا الاسلوب خلاص. بس للاسف مفيش ما وسط، هو يا بيضيعوش كده يا وقت. كده. ما المفروض يبقى فيه بالانس يعني. بس انا هقول لك على حاجه، رغم تاثري جدا بمعنى الحب القديم بكل عيوبه ومميزاته وكل كده واحاسيسنا، بس صدقني عطل ناس كتير قوي في حياتها، ما عطلها. هو ده اللي خلاني فعلا اكتب في الجزئيه دي كتير جدا. يعني هو حب، بس لما صح. تلاقي ان اللي قدامك ده مش مناسب ما يجركش في ان بالظبط انت تمرمط نفسك عشانه. بالظبط. وفكره ان انا كل دي حاجات يعني اتعلمتها، مش مولود عارفها يعني. فكره مثلا الحب، العطاء بلا مقابل، ما فيش الكلام ده. انا لو ما لقيتش مقابل انا هتعب. يعني زي ما بيتقال، الحب يعني في الاتجاهين المفروض. لكن ممكن يكون مثلا حب الام لابنها لبنتها، حب من نوع خاص، لكن بين شخصين ما فيش حاجه اسمها كده. في حد يقول لك لا انا احبه ومش مستني منه حاجه، ما هو فيش في الكلام كده؟ ده. بالظبط. فممكن يكون هي موروثات مثلا من خلال الفن. ما بقولش الفن كله كده خالص، ده بالعكس، ده انا قايل فيه رباعيه، بس حاجات اثرت. هو عشان كده انا كتبت عن الفن، لان الفن مؤثر جدا 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 جدا. طبعا. فهي هي يعني رسخت كده افكار وحاجات. بس دلوقتي زي ما حضرتك بتقولي ما بقتش موجود. لا بس هي للاسف ما فيش وسط، يعني يا اما بقلبنا بس يا اما بعقلنا بس. المفروض يبقى الاثنين. هو كمان لله وحده تمام طبعا، تمام. فلازم هنبقى كده شويه بالظبط، وكده لازم يبقى فيه شويه، اجيال وسطيه. يعني الجيل الجديد شاف الجيل القديم. انتوا يا عالم، انتوا كنتوا بتفكروا ازاي لما كنتوا بتسمعوا الاغاني ده؟ بالظبط. مين اللي بيعمل كده؟ انتوا فاهم صح قصدي؟ يا جماعه، طب يهديكوا يرضيكوا؟ لا، ما يهديناش ولا صح يرضيناش، صح احنا اللي ما ينفعناش ما صح يلزمناش. صح. فانا ابص للمنطق ده، ده الواحد اتعطل كتير قوي بالظبط في حياته عشان بالظبط خاطر حاجات عبيطه. بالظبط. يعني مش بقول ان الحب عبيط، لا، الحب مهم صح وكل صح. حاجه، بس حد ما يناسبكش خلاص. بالظبط. لكن لو شخص مناسب، لا الحب كتبت حاجات كتير في السايد الايجابي، في الناحيه الايجابيه. لا الحب بيدي طاقه، طبعا. بجد. الحب لو صح فعلا بيعمل معجزات، ده ده حقيقي. حقيقي، ده حقيقي. طب طبعا احنا هنكمل تمام. المشوار تمام. ده، بس هنشوف كليب مع بعض اوكي. نعقب عليه ونرجع تاني اوكي. نتكلم. يلا بينا.